عشان بجد دي من اكتر المشاكل اللي ممكن تواجه البشر حاليا، يعني ان هم عندهم حاجات عايزين يعملوها بس مش قادرين يعملوها او بيتشتتوا لما يعملوها، فاهمني؟ فالفيديو ده ممكن يفيدك فعليا. يعني انا بالنسبه لي الطريقه اللي انا بستخدمها دي، كان من فتره في عندي امتحانات يعني في الجامعه وكده. صحابي في الجامعه انا بكلمهم الصبح اللي هو مثلا على العصر كده، لسه بادئين اصلا، اللي هو مش عشان صحي متاخر، لا لسه حرفيا فاضل لهم مواد كتير جدا محتاجين يذاكروها عشان الامتحان، وانا اصلا كنت مخلص وعمال اراجع، فاهمني؟ فانا متاكد جدا من الكلام اللي انا بقوله في الفيديو ده، وانا واثق ان اي حد لو هيجربه، الموضوع هياخد منه مثلا كام يوم عشان يتعود عليه، بس بعدين هيبقى حاجه روتينيه جدا في يومه. اللي هو مش بتاثر عليه قوي، اللي هو بس بتبقى حاجه روتينيه، يعني مش مهياش حاجه بيعملها عشان مخه بيجبره ان هو يعملها يعني. تمام. ففكره انك تبقى productive يعني عامه، هي ملهاش علاقة قوي بالويل باور وانك تبقى عايز تعمل حاجة معينة والكلام ده كله. يعني ليها علاقة بالطريقة اللي انت بتعيش بيها، او الطريقة اللي انت بدأت بيها يومك، او حتى نهيت بيها يومك اللي قبله. تمام. فانك تبقى productive فيها كم حاجة اساسية معينة هقولها، دي non negotiables اللي هم انت لازم تعملهم، اللي هو ما ينفعش دي حاجة مكملة ممكن تفيدك شوية، لا دي حاجة لازم تعملها. اول حاجه لما لو عايز تخلص شغلك، تصحى الصبح بدري. تمام. مثلا الساعه 6، انا شايف 6، اي حاجه بعد 6 ممكن تاخد من البرودكتيفيتي بتاعتك شويه. تمام. ابدا مثلا الساعه 6، ماشي. بعدها اول ما تصحى ما تاكلش. انا عارف ان دي حاجه غريبه لبعض الناس، ايه ما اكلش ليه، امال اعرف اذاكر ازاي؟ آه على فكره يعني اغلب الناس لما تصحى بتحس بالجوع عشان هرمون الجريل، اللي هو هرمون الاكل، اللي هو اللي بيديك احساس انك عايز تاكل. الهرمون ده بيشتغل ساعتها، عشان كده انت بتحس انك عايز تاكل. تمام. بيشتغل في نفس الوقت كل يوم. انما انت لو طنشته يعني وكملت يومك عادي، يعني زي في رمضان. انت عارف في رمضان اول كام يوم بيبقوا صعبين، عشان ده هرمون الجريلين ده بيقعد يفشخك شويه في اول كام يوم، بعدين انت بتتعود. فانت نفس النظام في الايام العاديه. يعني فكره الصيام المتقطع يعني عامه، دي احسن حاجه انت ممكن تعملها حرفيا عشان تنجز في شغلك، في مذاكرتك، في الحاجه اللي انت بتشتغل عليها يعني عامه. فانا شايف ان الصيام حاجه اساسيه لازم تعملها. طبعا انت ما بتصومش على الميه، يعني الميه مسموحه عادي، انما الاكل وكده بالذات الاكل المصري يا جدعان، يعني انا والله انا انت عارف يعني بتقزز لما اشوف واحد صاحي من النوم ياكل سندوتشات فول وطعميه والقرف بتاعك ده يعني بجد ما ينفعش بجد، لان الحاجات دي فعلا يعني انت متخيل تاثيرها على دماغك بتبقى عامل ازاي. وسيبك من الاكل نفسه، الكارب يعني عامه بتبطئ مخك. ولو انت عايز تجرب تجربه يعني، عايزك تمسك كتاب تقراه، كتاب اي كتاب سيلف هيلب بوك، او كتاب مدرسي، او كتاب جامعي، مش هتفرق يعني. افتح اي كتاب واقعد اقرا في نص فيه او مقال على النت، اي حاجه. وعايزك لو وانت بتقرا مثلا اقرا نص المقال، وبعدين كل اي حاجه فيها كارب عاليه، يعني كل مثلا حاجه فيها سكر، او كل شوفان مثلا، اي حاجه، وعايزك تكمل بعدها. انا اراهنك انك حرفيا مش هتعرف تكمل. مخك مخك هيوقفك بطريقه ما، انا مش عارف ايه هي، بس مخك بيبقى بطيء يعني بعد ما تاكل كارب. فانت لو فعلا عايز تنجز في المذاكره بتاعتك، العمليه بسيطه. انت بس اصحى من النوم، ما تقلبش على السوشيال ميديا، لان فعليا يا جماعه يعني التيك توك بقى والانستجرام وكده، وحتى اليوتيوب، يعني عملوا يوتيوب شورتس والكلام العبيط ده كله، دي بتاخد من مخك شويه. يعني انت متخيل كميه المعلومات اللي انت بتدخلها لمخك في الدقيقه؟ يعني انا شفت انك بتدخل في الدقيقه مش عارف رقم غريب كده، مش عايز اقوله بس عشان ما حدش يهاجمني على الرقم. بس انا عايزك تتخيل معايا واحد بيصحى من النوم وفتح موبايله على طول، وبقى دخل قعد يقلب على السوشيال ميديا، تيك توك بقى، انستجرام، الحاجات دي. انت متخيل هل هو هيعرف يبقى منجز في شغله يعني عامة؟ 100% لا. يعني اقل حاجة الناس بتقعدها ساعة بعد ما يصحوا من النوم.
ساعة قاعد على السرير عمال يقلب. فخلينا منطقيين، يعني مفيش حد بيبقى في كامل قواه العقلية ساعتها. يعني اكيد ساعتها مخه اتبهدل، أو يعني هو الشغل اللي كان ممكن يأديه على 100% بيأديه دلوقتي على 40%. هتقولي طب ما انا اعرف ناس اوائل على الدفعة وبيصحى من النوم يفطر فول وطعمية وكمان بيقلب على التيك توك اول ما يصحى. ماشي، دي اكسبشن. زي انت متخيل الاول على الدفعة اللي بيعمل الحاجات دي، ده اكسبشن. يعني انا عايزك تتخيله لو ما كانش بيعمل الحاجات دي كان هيوصل فين. يعني لو هو اول على الدفعة وهو بيعمل الحاجات دي، تخيل بقى لو ما عملهاش. يعني انت شايف المستوى اللي هو هيبقى فيه. فلا يا جدعان، الموضوع ما بيمشيش كده خالص. فانت عايز تنجز، اصحى، خليك صايم، انجز شغلك مثلا لحد من، انت المفترض انك هتصحى 6، تبدأ مذاكرة مثلا 6:30، من 6:30 لحد 9:30 مثلا لحد 10. اقعد خلص شغلك. بس في طريقة معينة انت ما ينفعش اللي هو تعمل بيها شغلك، اللي هو كل شوية تشتغل او تذاكر وكده، وبعدين تمسك الموبايل تقعد تقلب شوية وبعدين ترجع تاني. لان انت كل مرة بتتشتت فيها حرفيا ده بيسحب من الانتاجية بتاعتك يعني عامة. ماشي. فانت ما ينفعش موضوع انك تقعد تتشتت كتير وكده. هتقولي طب انا بتشتت كتير اعمل ايه؟ انت غالبا بتتشتت من حاجة واحدة بس، هي الموبايل. يعني مفيش حاجة معينة في الأوضة جذابة قوي قد الموبايل انك تتشتت عشانها. تمام. فالموبايل حاول تخلص منه يعني الساعات دي، او اقفل البرامج اللي انت تفتحها عشانه. بس انا شايف ان الموبايل يعني عامة ممكن انت وقت مذاكرتك ارميه بعيد، او خبيه. لان اي حاجة مش على بعد نظرك انت مش هتفتكرها قوي. تمام. فحطه في درج مثلا، حطه تحت السرير. اي حاجة من الحاجات دي هتفيدك انك ما اللي هو ما تتجذبش قوي الموبايل ساعتها. فبس خليك بس صايم وخلص شغلك وما تتشتتش كتير، عشان انت فكرة انك تتشتت انا زي ما قلت دي ممكن حرفيا تسحب ربع ساعة من الانتاجية بتاعتك. اللي هو انت ممكن عشان تدخل تاني في مود الشغل تقعد لك ربع ساعة كمان. وفي كمان كونسبت ليه علاقة بالبرودكتيفيتي وكده، مفيش ناس كتير يعني فاهماه قوي. ان انت مش بعدد ساعات المذاكرة او عدد ساعات الشغل. يعني انا ممكن اعمل الموضوع ده فيديو تاني. مش بعدد الساعات. انت المفروض لما تيجي تشتغل على حاجة معينة او تذاكر حاجة معينة، انت تركز على الريزلت نفسها، ما تركزش على عدد الساعات اللي انت بتقضيه عشان تخلص حاجة معينة. انت ركز انك تخلص الحاجة المعينة. عشان انا يعني بس بستعجب ان في ناس كتير بتقول انا قعدت اذاكر 10 ساعات والامتحان جه صعب. ماشي، ال10 ساعات دول المحصلة بتاعتهم ممكن تكون 3 ساعات مذاكرة مثلا، وانت قاعد بتهبل باقي ال10 ساعات. تمام. فانت لازم تركز على الهدف مش على عدد ساعات المذاكرة. يعني انت لو خلصت الهدف المعين في ساعتين خلاص انت كده تمام. كده خلصت مذاكرة. مش لازم تقعد 10 ساعات يعني عشان تخلص، فاهمني؟ انت لو خلصت مذاكرة في 3 ساعات انت برضو وصلت للهدف اللي انت عايز توصله. مش بعدد الساعات. انت بيبقى ليك جولز معينة اول ما تدخل اي سيشن مذاكرة او شغل او اي حاجة. انت هدفك انك تخلص الحاجة المعينة دي، وبعدها ما تسألش عن اللي هي النتيجة بقى تيجي بعد كام ساعة وكده. لان حوار عدد الساعات ده موضوع غريب جدا ومش فاهم الناس بتركز عليه زيادة عن اللزوم ليه. مع انك انت تبقى احسن بكتير لو مركزتش على موضوع عدد الساعات. هتنجز اسرع بكتير، هتخلص الدنيا بسرعة. الناس بتقعد انا ذاكرت 10 ساعات و12 ساعة و15 ساعة ليه؟ انت حدد اهداف معينة ليك في اليوم وخلصها وخلاص. يعني حتى لو باقي لك وقت على اخر اليوم، روح يا عم انزل العب ولا اعمل اي حاجة، فاهمني؟ انما ما تقعدش اليوم كله يعني على المكتب وانت اصلا يعني بعد عدد ساعات معينة. يعني لو في كتاب لو تعرفوه اسمه ديب وورك وكده، بيقول لك انت اكتر عدد ساعات ممكن فعلا تركز فيها 100% هي 4 ساعات مثلا. فالناس اللي بتذاكر لي 10 و12 ساعة اعرف ان هو بيذاكر ربع ساعة كويس، ساعتين لا ربع ساعة كويس اللي هو فاهمني. مفيش بني ادم في العالم يقدر يركز الفترة دي كلها. يعني مش فاهم. الناس غريبة وربنا. هو بس اللي بيديله ادفانتج على الناس التانية ان هو بيذاكر.
انما هو فعلا لو ما ذاكرش وذاكر ساعتين مثلا في اليوم بتركيز احسن له بكتير. فهو ده فيديو النهارده، اتمنى يكون فادك حتى لو بمعلومه. عايز على الاقل 3 لايكات في الفيديو ده على الاقل، فانزل اعمل لايك واشوفك في الفيديو الجاي.